بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعت لكم تاني بفيديو جديد. النهارده جايب لكم ساعة. بصراحة بيني وبينكم كده، انا كنت بحب الاف 91. شفت الساعة دي دخلت قلبي. انا من النوع اللي بحب الحاجة البلاك يعني، برغم ان الكربون شعبي بس حاببها عشان البلاك يعني. ما تلاقش عليا كصاحب محل او اللي انا شغال في براندات معينة او ما شابه، بس شدتني من كتر السواد اللي هي فيها يعني. المهم يعني ده والله يعني بيختلف عن انطباعي شوية. النهارده جبت لكم موديل اسمه دبليو 218 اتش 1 بي في دي اف. تمام. الموديل دوت ممكن نختصره ب 218 اتش. تمام. البلاك بتاعه عاجبني جدا جدا. بصوا انا كتير الكلام عايزين نخلص وننجز عشان وقت الفيديو. بصوا كده معايا، بأمانة أنا الموديل ده شديدني جدا. في ناس بتحب الحاجة الكلاسيك خالص يعني، سواء أجيب الإف 91 كده نحطها جنبها. الإف 91 شايفين الحجم، في فرق طبعا في الحجم. ففي ناس بتحب الجو الكلاسيك أكتر يعني. ما دي طبعا الإف 91 دي اللي هي الأوريجينال، دي شكلها على الإيد. تمام. تعال نشوف كده الموديل بتاع 218. دي شكلها كاجوال. تمام. بس تحفة تحفة، أنا حبيتها. المهم تعالى كده نشوف كل حاجة فيها يعني، وفي نفس الوقت عايز أعرفكم ازاي تظبطوا الوقت بتاعها. موضوعها بسيط جدا. اللايت بتاعها مختلف. الزرار الفردي اللي هنا هو بتاع الإضاءة. طبعا موديلات ال 159 والاف 91 والحاجات دي كلها اللايت هنا فوق. تمام. اهو من كتر السواد تعالى نشوف كده. شايفين دي الارقام ظاهرة. ازاي هنظبط الوقت؟ هندوس هنا على الزرار اللي هو اللي تحت دوت يعني، شايفين الفردي، ندوس على اللي قدامه نفس الزرار اللي كنا بنظبط منه ال 159 والاف 91. 1 2 3. تمام كده. الثواني عملت معانا ترعيشة بالشكل ده. هنقوم دايسين هنا اللي هو الزرار بتاع اللايت، نقل معانا على الساعات. طيب الساعة دلوقتي كام؟ الساعة بتاعتي 7:30 ل5. نركز عشان حوار التاريخ على البي ام والاي ام. بي ام كده احنا مساء، احنا الساعة 7 صباحا. تمام. اهي دخلنا كده على صباحا، مادام البي ام راحت كده احنا صباحا. 7 دي 7. ونيجي ننقل على الدقايق بالزرار اللي هو الفردي ده. سلام ورحمة الله وبركاته. نكمل سوا معلش. الزرار اللي هنا نبدأ نغير بيه زي كده. بصوا عشان برضو ايه الزبون اللي دخل فصلني. ندوس كده 1 2 3. هننقل اللي هو بتاع اللايت الإضاءة. تمام. الساعة 7، احنا خليناها 7 صباحا عشان احنا شلنا اللي هو البي ام، شلناها فاحنا كده صباحا. ليه نركز على البي ام والاي ام؟ عشان التاريخ. تمام. عشان الساعة تبقى عارفة احنا دخلنا الصبح تنقل التاريخ معانا. 12 صباحا تنقل التاريخ. بعد كده ندوس تاني على اللايت كده، دخلنا على الدقايق. نفضل نقلب كده. الساعة كام دقيقة تقريبا عشان انا بوصف العقارب. اوصل برضه شوف التليفون تاني. 29 دقيقة. 29 دقيقة. تمام. بعد كده هندوس هنا، هينقلنا على التاريخ. احنا في شهر 11 مظبوط. والنهاردة كام؟ 11. النهاردة 3. ننقل تاني كده، النهاردة 3/11 مظبوط. ودي الأيام مظبوطة برضو. تمام كده احنا ظبطنا. ايه طيب الإمكانيات اللي في الساعة دي؟ الإمكانيات نفس الإمكانيات اللي موجودة في 159
ونفس الامكانيات اللي موجوده في في اسمه ايه دوت، اللهم صل على النبي، في 159. ونفس الامكانيات اللي موجوده في الاف 91، ونفس الامكانيات اللي موجوده في 168. كله يعتبر واحد تمام، حتى سعرها مقارب من اسعارهم. بس هنا لو تلاحظوا، هنا الموديل ده متحدد فيه العمق بتاع المية، ولكن هنا 50 متر، تمام، ووتر 50 متر. الموديلات اللي هي الاف 91 وما شابه، لا، اخيرا مكتوب ووتر ستارت، لكن مش مكتوب المساحة او العمق قد ايه اللي انت ممكن تنزله، تمام. وال 159 وكل ده مش مكتوب في العمق، لكن الموديل ده مكتوب في العمق. طيب الصناعة بتبقى ايه؟ بصوا كده، مكتوب ميد ان شاينا ايه، تمام. لان هو زي ما قلت لكم قبل كده، ال 159 هي بس اللي بينكتب، ال 159 بس اللي نازل لحد دلوقتي مكتوب عليها ياباني، الباقي كله صيني 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 بس اوريجينال، تمام. بصينا كده اهي الحفر باين. وانا ما جربتش الموديل ده بيكتب كاسيو ولا لا، بس هو المفروض ان الزرار ايه، ممكن الزرار ده بيكتب كاسيو، كتب لنا كلمة كاسيو، تمام. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، ومتنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس. شكرا.